ويضحك عليه ويقول له هذا مو ذهب اصلي، فيقول له انا راح احرقه بالنار، اذا تغير لونه للاسود هذا مو اصلي، واذا بقى اصفر فهذا ذهب اصلي وخالص. وهنا السائق بدا يحرقه والذهب يبقى اصفر وما يتغير، ويتاكدون انه هذا ذهب حقيقي ويفرحون هوايه. بهاي الاثناء جابوا الكرك وبداوا يحفرون حتى يطلعون الذهب، ويشوفون كميه كبيره من الذهب مدفونه جواهم، وقرروا يسحبون الذهب حتى يطلعوه، لكن الكميه كانت ضخمه وعملاقه ومستحيل راح يقدرون يطلعوها بهيجي حركه، فيقررون يسحبوها بالسياره، لكن ايضا بدون فايده لانه كميه الذهب عملاقه. فيروح فيرجل ويا السائق ويجمعون الحطب حتى يعلقون النار، لانه راح يجي عليهم الليل وراح تطلع عليهم كل الذئاب والكلاب المفترسه، فهي هاي النار اللي راح تبعدها عنهم. ويعلقون النار يمهم ويبدون يرقصون ويصرخون وهم فرحانين لانه راح يصيرون اغنياء بعد ما يطلعون الذهب من الحفره. ولما يجي نص الليل السائق يقول للفيرجل لازم واحد من عندنا يروح للمدينه حتى يجيب الحفاره، والثاني يبقى يم الذهب، ولازم نجيب الحفاره حتى تحفر مكان الذهب ونطلعه. ويقول له انا اعرف ولد صديقي عنده حفاره وروح جيبها من عنده وتعال، لانه انت صعب عليك تكون وحدك بالصحراء الاول مره وسط هاي الحيوانات المفترسه وقله المي والاكل. ويقول له انا اذا رحت راح اطول اكثر من 5 ايام لانه الحفاره راح يبطئ حركه السياره. بس فيرجل يقول له لا تقلق علي وانا راح اقاوم لحد ما تجي. وفيرجل اتخذ هيك قرار لانه هو ما يثق بالسائق، لانه بالبدايه استغله لما جابه من المحطه، ولما يجي صباح يوم جديد السائق ينطي المي والاكل وبعض الاشياء البسيطه اللي يحتاجها الفيرجل، وينطيه تليفون ويقول له لما اوصل للمحطه واشتري تليفون راح اتصل بيك، وابقى اطمئن عليك لحد ما اجي واجيب الحفاره وياي. ويقول له انتبه على نفسك لانه المكان خطر بالليل. والسائق يصعد بسيارته ويروح حتى يجيب الحفاره، وفيرجل يروح المكان الذهب ويبدا يغطي الذهب بالتراب حتى اذا اجى احد ما يشوفه، ويربط قماش بشجره قريبه منه ويسوي خيمه حتى تحميه من اشعه الشمس الحاره، ويروح ويجمع الخشب حتى يعلقه بالليل وحتى الكلاب المفترسه ما تجي عليه. وبهاي الاثناء تجي عليه عقرب سامه، وعرف انه هو داخل دائره الخطر والايام الجايه راح تكون جدا صعبه عليه. وهنا لما اجى الليل حس بالجوع وياخذ علبه ويبدي يفتحها وياكلها، لكن فيرجل يسمع صوت الكلاب المفترسه وهي قريبه عليه ويجتي حتى تفترسه، لكن يشيل خشبه بيها نار ويهدد الكلاب بيها، والكلاب تبتعد عنه. ويقعد بصباح جديد بسبب حراره الجو والجفاف بالصحراء، وفيرجل بدا يحل عليه التعب ويسمع التليفون يدق، فيركض عليه حتى يجاوب، لكن لما يوصل للتليفون ينقطع الاتصال. ويرجع فيرجل ويقعد يم الخيمه بس يشوف انه الذهب مكشوف، ويروح ويخلي حجر فوق كل قطعه ذهب حتى يضمه ما يخليه يبين، ويبدي يستكشف بالصحراء ويبتعد مسافه قليله عن الذهب حتى يشوف شيء ويستخدمه. وبالفعل يشوف طياره واقعه بالصحراء، وهاي الطياره مهجوره، ويروح للطياره ويقعد بداخلها ويحس بالراحه، ويقرر ياخذ حطام الطياره وياخذ الكرسي من عندها حتى يسويها خيمه ويسوي مكان للراحه مالته، ويجمعهن ويبدي يسحبهن المكان الذهب. ولما يوصل يسوي خيمه مريحه وتحفظه من اشعه الشمس، وهو يبوع على الذهب ويفكر بالمستقبل لما يكون غني. فيروح فيرجل للذهب وياخذ حجر بيده ويبدي يضرب بالذهب، وقدر يكسر قطعه بسيطه من الذهب ويفرح بيها ويبدي ينظفها من تراب الصحراء. وبهاي الاثناء يدق تليفون فيرجل ويجاوب ويطلع السائق ويقول له انا عطلت بي السياره ودا اصلحها وراح اتاخر عليك يومين، يلا اوصل للحفاره. فيقول له السائق انت تحمل لما اجيك. وفيرجل يقول له انا قدرت اقطع قطعه من الذهب، بس السائق يعصب عليه ويقول له هاي القطعه مو كافيه ولا تتحرك من مكانك. وبهذا الوقت فيرجل يشوف سياره جايه عليه، وكان يقدر فيرجل ياخذ قطعه الذهب ويروح وياهم، لكن هو طمع بكميه الذهب وهالشي منعه وسيطر عليه انه يروح. ولما يجي الليل تهجم الكلاب المفترسه على فيرجل، بس يقدر ياخذ خشبه بيها نار ويخوف الكلاب بيها ويهزمهم، ويبقى قاعد الليل كله وما ينام بسبب الكلاب المفترسه والذئاب. ولما يدخل الخيمه حتى ينام يلاحظ انه اشعه الشمس العاليه حرقت وجهه وشوهته، والمي والاكل بدا ينفذ من فيرجل، وهو دا يشرب المي يلاحظ انه اكو حيه صحراويه يمه، فيقرر يقتلها حتى ياكلها، لكن يعثر ببطل المي وتتبدى من المي كميه كبيره. وهنا يقرر يروح للطياره حتى يدور على شيء يفيده، لكن يشوف انه اكو شخص جاي عليه من بعيد، وهو يركض ويقتل بالطياره. وهذا الشخص يجي عليه ويقول له تحتاج المساعده، وتبين له انه هي بنيه وتعطي لحم الحيه حتى ياكل، لكن هو يخاف لا تكون هاي اللحمه متسممه وما ياكل من عندها شيء. وهي تعرض عليه المساعده، لكن فيرجل يقول لها انا ما محتاج المساعده، فتساله وتقول له جابك للصحراء، لكن هو ما يرد عليها. وتقوم هاي البنيه وتتحرك باتجاه الذهب، وهو يركض وراها حتى يمنحها انه توصل إله. فتقول له انا اريد اروح اشوف الخيمه مالتك وين، فيقول لها انا خيمتي هي الطياره وراح اتركها إلك حتى تعيشين بها وترتاحين، ويعوفها ويروح باتجاه الذهب، لكن يكتشف انه البنيه ما عايفته وباقيه تمشي ورا، وتقول له انت قاتل احد ومهزوم ولازم اعرف شلون انت وصلت للصحراء. فيقول لها فيرجل انا جيت حتى اشتغل بشركه قريبه من هنا، بس صارت بعض المشاكل وبقيت هنا، وصديقي جاينا بالطريق حتى يوصلني للشركه،
لكن هاي البنيه ما تصدقه وتقول له انت كذاب، وتشوف انه فيرجل ظهرت عليه اعراض التعب وشحوب الوجه، فتقول له راح يبدا راسك وجسمك يوجعك بسبب الحر والجفاف، وبعد فتره قليله راح تبدا تهلوس، وتقول له هي هاي اعراض جفاف المخ واني احذرك من هالشي. بهاي الاثناء البنيه تكمل طريقها باتجاه مكان